كولر. خلصنا مباراة الهلال السوداني. مع احترام الهلال السوداني، هو مش في مستوى الاهلي حاليا كلعيبة وكأسامي لعيبة. هو مش مستوى النادي الاهلي. مفيش فريق افريقي في مستوى النادي الاهلي. يا عم انت بتقول ايه؟ يا عم روح اتنيل. بقول لك انا كولر كلمة السر في العك اللي هو حصل. كولر هو نقطة ضعف النادي الاهلي، وهفضل اقولها ان كولر هو نقطة ضعف النادي الاهلي. ليه كولر نقطة ضعف النادي؟ يا عم ده لعب 14 مباراة في الادوار الاقصائية ما خسرش منهم ولا مباراة. انت متخيل؟ طب انا هقول لك معلومة تاني، ان كولر تاريخ مواجهاته مع صن داونز ما فاتش ولا مرة. ما فازش ولا مرة على صن داونز. طيب تاريخ مواجهات الترجي وصن داونز، هتقول لي اشمعنى الترجي؟ هقول لك معلومة تاني، ان في تاريخ مواجهات الترجي مع الاهلي مارسيل كولر ما خسرش ولا مرة قدام الترجي. الترجي لعب مع صن داونز 10 مباريات، فاز 4، اتهزم 2، وتعادلوا 4. دي قوة مين؟ قوة صن داونز، اللي هو احنا بالنسبة لنا في قيادة كولر ان هو فريق اقوى مني. فريق اقوى مني تكتيكيا في اللي بيحصل اقوى مني. كلعيبة واسامي لعيبة، لا انا اقوى بس بتفكيره وبالتشكيلة اللي بينزل بيها هو اقوى. مباراة الهلال السوداني في لمسات؟ لا. في هجمات منظمة؟ لا. انا ادي مساحة للهلال السوداني، مع احترام الهلال السوداني، اديله مساحة انه يضغط عليا ليه في اخر المباراة؟ مين معلش الهلال السوداني اللي بيضغط عليك؟ هتقول لي يا عم ده فايز عليك اكتر من مره. هي الفكره هنا، هتغير فكرك وما تحترمش صن داونز زي ما بتعمل معاه كل ماتش، زي ما بتعمل كل ماتش وفوز عليك، والانجاز الوحيد اللي انت بتعمله ان انت بتتعادل مع صن داونز. والمباراه الشهيره بتاعت 5-2 نازل دفاع، عايز اطلع انا من الماتش ده، عايز اطلع منه بنقطه. مش وقته مش مع صن داونز. صن داونز فريق هجومي. انت بتلعب مع الترجي وبتفوز عليه وما خسرتش منه ولا مره. الترجي فاز على صن داونز ازاي؟ هقول لك مدرب. صن داونز فريق هجومي، انا لما اضغط عليه بالسلامه. صن داونز ما عندوش دفاع، عنده حارس بس ما عندوش دفاع. هتضغط عليه مش هيعرف يتحرك من مكانه عشان يرجع عليك. هي دي الفكره. هتغير فكرك هتعدي صن داونز، فكرك هو هتخسر من صن داونز، وهنطلع من صن داونز ذهاب عودة. والانجاز الوحيد اللي ممكن تعمله بتفكيرك والتغييرات اللي بتحصل دي ان انت تتعادل معاها. ليه صن داونز النقطة السوداء في حياتي؟ ليه؟ ما هو انا السؤال ده انا عايز اعرفه. ليه اشمعنى صن داونز النقطة السوداء اللي في حياتي في افريقيا؟ مع قوة الفرق اللي كانت الكبيرة اللي كانت في افريقيا، اشمعنى صن داونز ده هو اللي عامل سيء في حياتك انت كمدرب؟ انت قلت لي ان كولر عمل انجاز بفوز، لعب 14 مباراه في الادوار الاقصائيه ما خسرش منهم ولا مباراه. ما كانش موجود منهم صن داونز. لحسن الحظ ما كانش منهم صن داونز. ليه؟ معلش يعني، ما هو ده السؤال اللي انا حد عايز يجاوبني. ليه صن داونز بالنسبه لكولر فريق قوي، فريق اوروبي؟ ليه محسسني ان انا بلاعب برشلونه وريال مدريد؟ مع احترام لصن داونز يا سيدي، مع احترام النادي صن داونز ليه انا فريق اقوى مني تكتيكيا؟ لا مش تكتيكيا، لا. انا عندي لعيب، عندي دفاع، عندي خط وسط، عندي هجوم، وعندي فريق اخد بيها ابطال اوروبا ابطال افريقيا وانا مرتاح. والله وانا مرتاح بالتشكيله اللي بتحصل واللي انت بتعملها دي. هخسر من افريقيا وانا ماشي بالحظ. مباراه الهلال السوداني في الذهاب انا فايز في الحظ. مين اللي هدف؟ وسام ابو علي؟ لا مش وسام ابو علي. جريديشار؟ لا مش جريديشار. محمد هاني مدافع. والماتش ده امام عاشور خط وسط. هي دي الفكره. انا ذنبي ايه؟ انا اتفرج على العك ده. انت عاجبك العك ده في ايه؟ انا مش عاجبني، وناس كتيره مش عاجبها العك اللي انت بتعمله. ما تغير يا عم، غير من فكره، غير من التشكيل اللي انت بتعمله. شيل الفكره بتاعت جريديشار تحت وسام ابو علي دي، ما تشيلها يا عم. جريديشار في الذهاب ما عملش حاجه، في العوده ما عملش حاجه. مفيش لمسات،
مفيش وقفه على الكوره، مفيش باص، مش عارف يتحرك. هلعبه صانع العاب ازاي؟ وهكذا مصمم ان احنا نقابل صن داونز. معلش